كيف تحفظ الله وكيف يحفظك الله. أن تحفظ الله بأمرين فتحفظ بأمرين، أن تحفظ الله فيما أمر وفيما نهى. إن أمرك وجدك أول المسارعين، وليكن قدوتك الأنبياء رسول الله وكليمه موسى حين قال لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الترمذي في سننه بسند صحيح عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عند الإمام أحمد: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث أحب بين الفينة والفينة أن أتداوله دراسة وتعليما، لما فيه من الفوائد والتذكير بعقيدة المسلم. بدأ ابن عباس رضي الله عنه وهو الطفل النبيه، الغلام النبيه المدعو له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد كان النبي زوج خالة ابن عباس رضي الله عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة، وهي خالة عبد الله بن عباس. وكان ابن عباس ممن إذا سمع وعى، وكان مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من الخلفاء كان عمر رضي الله عنه يجعله في مجلس فيه البدريون يقربه لفطنته وذكائه. فاسمع ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على وضوح ألفاظه، لكنه أكاد أن أجزم أنه ما ترك شيئا في أصول الاعتقاد إلا بينه مما يحتاجه الناس. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا، وأول ما علمه التوحيد،
وهذا من أصول التربية، أن تربي أولادك على توحيد الله عز وجل، وإن لم يفهموا المعاني فكرر عليهم الألفاظ. الذي يقول لك كيف تحفظ أولادك القرآن وهم في الخامسة والسادسة وهم لا يفهمون معاني القرآن، اجعلهم يحفظونها، فإن حفظوها وعوها، وإن وعوها فهموا معناها. وإن معاني الألفاظ إنما يستنبط أو من إحدى طرقه تكرار اللفظ، إن كررته وقع معناه في قلب من سمعه. فإياك أن تظن أن تعليم الدين إنما هو منوط بأشخاص أو بأعمار، وهذه سنة الله في عباده الربانيين الصالحين المصلحين. ماذا قال لقمان عليه السلام فيما ذكره ربه عنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، إذا خاطب ابنه وعلمه، قال ماذا؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما يعلم المرء حتى وإن لم يكن بالغا مكلفا هو توحيد الله عز وجل، وهذا حتى إن كبر رسخ في ذهنه وعقله. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واعلم أن من حفظ حفظ ومن لم يحفظ لن يحفظ، والجزاء عند الله من جنس العمل. فالله يعطي على الشيء من مثله، لكن عطاء الخالق ليس كعطاء المخلوق. لما تكلم الله عز وجل عن نعيم أهل الجنة في سورة الرحمن قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله يجازي من جنس ما يفعله عبده. فمن منع نفسه الطعام والشراب صياما أقر الله عينه بأن يدخل من باب له من أبواب الجنة اسمه باب الريان. فمتى تركت شيئا لله عوضت من جنسه بخير منه، ولن تجد أعظم من الله عز وجل مكافئا. وأقول لك محذرا، وكذلك إن تلطخت بشيء مما نهاك الله عنه فإنك تبتلى بحرمانه. وهل تعلم أن من الحرمان ما قد يكون في الجنة وهي التي ليس فيها حزن؟ جاء في الحديث أن من أدمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. قد يقول قائل لكن أليست الجنة دارا ليس فيها حزن ولا هم ولا نصب ولا شيء من هذا؟ قالوا يصرف الله عنه لذتها، أي لذة تلك الخمر يصرف الله عنه السؤال عنها كأنه لم يسمع بها قط. فمن أعطى أعطي، ومن وفي له من عند الله عز وجل. وكما قلنا ومن فرط ضيق عليه. كان الإمام الطبري رحمه الله قد جاوز 100 عام وجوارحه كما هي حفظت له، فقالوا فلما سئل قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وقد جاء عنه ولم يتزوج وهو شيخ المفسرين وإمام العلماء ابن جرير الطبري رحمه الله قال ما حللت إزاري على حلال ولا حرام قط، أي لم يتزوج وكذلك لم يقع في شبهة الزنا ولا مقدماته أبدا. فلما حفظ نفسه حفظه الله. احفظ الله يحفظ، وإن لم تحفظ لن تحفظ. يقول ابن القيم رحمه الله ذكر عن بعض الناس أنه في السكرات قيل له قل لا إله إلا الله، فظل الناس يرددونها على ذلك المحتضر حتى قال هو كافر بها، رغم أنه كان في الدنيا ماذا؟ يقول لا إله إلا الله. إياك أن تظن أن الكلمة سهلة، إنها لا يثبت عليها عند الموت وفي القبر إلا من عمل بمقتضاها في الدنيا. إياك يعني لا إله إلا الله، هقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أسهل مما تتخيل. لا، إذا جاءت سكرات الموت لن يتكلم إلا عملك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الفضل والقدر وليس في الوجود من هو أفضل منه، لم يترك صلاة قط إلا ويستعيذ فيها
من فتنة الحياة والممات ومن عذاب القبر. أما في القبر يأتيه الملكان ومن شدة الهول ينسى الناس الكلمة ولا يثبت إلا موفق. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله وكيف يحفظك الله؟ أن تحفظ الله بأمرين فتحفظ بأمرين. أن تحفظ الله فيما أمر وفيما نهى. إن أمرك وجدك أول المسارعين، وليكن قدوتك الأنبياء رسول الله وكليمه موسى حين قال لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا الذي صار عليه الصالحون. يقول الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة وفي مسنده 30,000 وتزيد، وكان يحفظ 1000 حديث. قال أبو زرعة الإمام الحافظ لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك كان يحفظ 1000 حديث، 1,000,000 حديث يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: كان يدارسني الأبواب، يقول في هذا الباب حديث فلان وفلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك. يقول عن نفسه الإمام أحمد: ما سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. تخيل، ما ترك شيئا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفعله، حتى إنه بلغه أن رسول الله احتجم فأعطى الحجام دينارا فاحتجم الإمام أحمد وفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده بالأنبياء ثم بأصحاب رسول الله ثم بالصالحين في كل زمان ومكان وسر على هديهم تحشر معهم. احفظ الله بأن تفعل ما أمر فيجدك أول الناس، وأن تجتنب ما نهى. وإني أقول إن اجتناب محارم الله أعظم من فعل ما أمر الله وأصعب على العبد. قد تجد الرجل مصليا صائما قائما تاليا لكنه منغمس في الذنوب والشهوات. ذنوب المال، يأكل مالا حراما. تقول يعني بيصلي وبيأكل مال حرام؟ يصلي ويأكل مال حرام. مفتون بالنساء، يصلي ويقع في الزنا؟ يصلي ويقع في الزنا. يصلي ويأكل أموال الناس؟ يستبيحها لنفسه. لذلك هذا هو المفلس يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: أما المفلس من أمتي فيأتي بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكنه شتم هذا وأكل مال هذا وسفك مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق له من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. فأن تحفظ الله فيما أمر وأن تحفظه فيما نهى، أن تجتنب ما نهاك الله عنه، وذلك من حفظ العبد لحدود ربه. ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإن فعلت ذلك أكرمت بحفظين: حفظ في الدين لك وحفظ في الدنيا. أما حفظ الدين فأن يصرفك الله عن مواطن السوء، فإن ابتليت بها عصمت وأنت في داخلها، فإن جاءتك الفتن دافع الله عنك بحفظه إياه. انظر إلى الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حين دعته امرأة العزيز ثم جاء على إثرها النسوة من المدينة ودعوه إلى الفاحشة قال: معاذ الله. فماذا قال الله له؟ قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما يا رب؟ لما صرفت عنه؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين، فمن أخلص ومن صفى صفي له.
كان سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين كما يقول الإمام أحمد يقول لابنه: إني لأطيل الصلاة في الليل من أجلك، أي من أجل أن يحفظك الله لي، فيحفظك الله كما قلت لك في دينك فلا تقع في معصية. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله عمن يقعون في الذنوب ويلجون فيها: قال هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصمهم، أي لما سقطوا من عين الله لم يبال الله في أي واد يهلكون. قال الله: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعياذ بالله. فيحفظك الله في دينك ويحفظك، ومن حفظ الدين أن يثبتك عند الممات بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يثبتك في قبرك، ثم يثبتك يوم القيامة حين تتطاير الصحف فيأتيك كتابك بيمينك، فيكون من حفظ الله لك تلك السعادة والتي يقول صاحبها آنذاك: ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية، أي إني استعددت لهذا اليوم وأنا في الحياة الدنيا، فلما حفظت ما أمر الله وانتهيت عما نهى الله وفقني الله فأخذت كتابي بيميني يوم القيامة، وهذه غاية السعادة. ثم يحفظك الله في دنياك ويحفظك في بدنك وجوارحك وأولادك. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. تخافوا على أولادك، فالناس ماذا تفعل؟ تكتب العقارات والأطيان والأموال، لكن الله جعل لك مخرجا خيرا من كل ذلك. قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حضرت بعض الصالحين الوفاة فجزع، فكان إلى جواره أخ له، قال: ما الذي يبكيك ومما تجزع؟ وإنما تقبل على رحيم ودود. قال: والله ما أخاف ذنوبي وإنما أخاف هؤلاء الصبية من بعدي. قال: من الذي ترجوه أن يغفر لك ذنوبك؟ قال: الله. قال: هو الذي ترجوه أن يحفظ لك ولدك من بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك، أي في كل وقت. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وماذا يريد الإنسان إلا أن يكون له مخرج في الدنيا وفي الآخرة، ولا يكون هذا إلا بماذا؟ بتقوى الله عز وجل، وهي معنى قول رسول الله لابن عباس: احفظ الله. ثم بين له الأمر الذي يضل فيه أكثر الناس، قال: وإذا سألت فاسأل الله، إنك إن سألت البشر فهم واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما أنه معط وإما أنه مانع، وإن أعطاك من عليه وإن منعك أذلك وأهانك. لكن الله عز وجل لا يفعل هذا ولا ذاك، فإن أعطاك لم يذكرك بنعمه عليه ولم يمن عليك وهو الممتن سبحانه وتعالى، وإن منعك فإنما لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وإذا سألت فاسأل الله، يعني هذا الكلام ألا نسأل أحدا من البشر، يعني ألا أسأل إنسانا شيئا أن يدلني على طريق أو كذا. بعض الناس يخلط ما بين الممنوع والمشروع، إنما نتكلم عن سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فهؤلاء أنا سمعت هذا الكلام ممن يستغيثون بغير الله ويتوسلون به ويدعون أمواتا وأضرحة وقبورا، فإن قلت له إن السؤال لا يكون إلا لله يقول لك: يعني لا تسأل أي إنسان؟ قل له: لا أسأل أي إنسان فيما لا يملكه الإنسان ولا يملكه إلا الرب جل في علاه، وهو الذي يملك الضر والنفع لعباده وحده. هذا معنى الكلام. لكن هنالك من السؤال المشروع أن تسأل على طريق أو على اتجاه، أو أن تسأل مساعدة فيما يقدر عليه البشر. إنما كلامنا فيما لا يقدر عليه إلا رب البشر. من الذي يفرج الكربات؟
هو الله جل في علاه، فإياك أن تدعو أحدا سواه. قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثالثا، وهو أن الدنيا بأسرها لا تملك للعبد نفعا ولا ضرا إلا أن يكون مكتوبا عند الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قد يسأل سائل: لكن أخبرتمونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء، وقبله رب العالمين في كتابه: وقد جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. أيرد القضاء وقد كتب في اللوح المحفوظ؟ يرد القضاء الذي ينزل إلى الدنيا، أما الذي كتب في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل، وإن الدعاء من القضاء. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه قد يكتب الله عليك فيما ينزله لملائكته أنك سوف يحدث لك شيء، فإن دعوت رفع عنك ذلك الشيء، والدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ في القلم الأول أن الله عز وجل بدعائك قد رد عنك قضاءه، فالدعاء من القضاء، فالدعاء من القضاء. وهذا يعلمك ماذا؟ ألا تيأس من شيء طالما أن هنالك رب، والرب لا يذهب أبدا، فإنه موجود دوما. هذا الحديث بحثت في ألفاظه فوجدته يعلمنا أمورا ثلاثة، يعلمك أمورا ثلاثة وكلها أصل من أصول الدين. أولا، التوكل لا يكون إلا على الله وحده لا سواه. إن كثيرا من الناس مع أول نائبة وأول بلاء ينزل به يطرق كل باب إلا باب الرب جل في علاه، ويضيق وتضيق عليه الدنيا بما فيها ومن فيها، ويذكر كل سبيل إلا سبيل ربه، ولذلك يضيق عليه ولا يوفى له ما يريد ولا يعطى ما تمنى. وكثير من هؤلاء من يظن أنه سيرتاح فيقتل نفسه والعياذ بالله. منذ يومين أو ثلاثة أحد الذين يتاجرون في الأجهزة الطبية، شاب في مقتبل العمر، أنا لا أدري تفاصيل التجارة التي كانت سببا لذلك، كان يتاجر في الأجهزة الطبية وله شركة، زادت عليه الديون، قد يكون حدث له عليه عملية نصب، وهذا من البلاء الذي يسرق وينصب على الناس ويأكل أموالهم ويظن أن الموضوع بسيط، ده أنا عديت العملية دي وخدت لي 2 مليون من فلان ده وشطارة وكده، وقد يقتل نفسه وتتحمل أنت دمه. كم من إنسان بعد أن يسرق منه ماله قد يفقد عقله، بل يفقد حياته بأسرها، ويكون السبب ذلك السارق الذي سرق ماله. فماذا يفعل لما ضيق عليه؟ قتل نفسه. وطبعا بعض الذين كان لهم مال تسامحوا في أمواله. أنا هنا لا أتكلم عليه ولا على عظم الانتحار، وهو من أكبر الكبائر، ولا زلنا نقول مهما يكون الأمر عليك شديد، لو وصل إلى أنك تمد يدك للناس، إياك أن تفكر في أن تزهق روحك. قلت طيب أنا أعمل إيه؟ ماذا؟ كيف أتصرف؟ والديون، ابدأ أولا باللجوء إلى الله عز وجل، وليكن قدوتك يعقوب عليه السلام حين اجتمع عليه البلاء، وأي بلاء؟ أن يفقد روحه ابنه يوسف، فماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الباب ويطرقون كل باب إلا باب الله عز وجل، وهو الذي علمك وأخبرك على لسان رسوله حين قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولن تجد أقرب من الله ليرفع عنك كل بلاء وكل كرب. هو الذي يجيب المضطر. ومن الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولذلك كثير من الناس كما قلت لك يذهب للقتل، قد يذهب للاختلاس، أو أدنى أموره يظنها
يقول لك أنا هاخد قرض من البنك، لو ما حدش سلفني أنا هاخد قرض منه. خد قرض منه، أنا أعمل لك إيه يعني؟ لكنك تأكل حراما وتبارز بمعصية الله عز وجل وحربه والعياذ بالله. أما أول سبيل فكما قلنا التوكل على الله عز وجل. قال إذا سألت فاسأل الله ابتداء ولا تسأل أحدا سواه، وإذا استعنت فاستعن بالله لا بأحد سواه سبحانه وتعالى، وهي التي ترددها كل يوم كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو الذي تستعين به أن يرفع عنك كل بلاء، وأن يجلب لك كل خير، وأن يدفع عنك هموم الدنيا والآخرة. ثم الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل شيء مكتوب، وهذا يجعلك لا تتنازل عن دينك قط، لأنك تعلم أنه ما من مخلوق قط يملك لك ضرا ولا نفعا إلا أن يأذن الله في ذلك. إن كثيرا ممن يقعون في البلاء ويعادون الله إنما يخشون البشر وينسون رب البشر سبحانه وتعالى. كلما سألته قال لك أنا والله غصب عني، أنا عبد المأمور، والله سامحني يا شيخ، أنا عملت ما أقدرش أغير هذا الأمر. لا تستطيع، طالما أن فلانا أمرك بحرام أو بظلم أو بانتهاك حرمات إياك أن تفعل مهما يكون الأمر. ولا سيما بعض الناس قد يقتل، يقول لك أصله حذرني هددني إن لم أقتل سأقتل، سيقتل لي ولدي، وهل ولدك أكرم من الذي قتلته؟ لذلك يقول العلماء لا إكراه في القتل. لما جاء السجان للإمام أحمد قال له أنا من أعوان الظلمة، وأنا كده من أعوان الظلمة. قال لا 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 لا، أنت لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة، أنت من أولئك الظلمة، إنما أعوانهم الذين يخيطون لهم ثيابهم ويبيعون لهم ويبتعون منهم. فكم من إنسان ظن أن فلانا يملك له ضرا أو نفعا فتنازل عن دينه في سبيل ذلك. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ماذا؟ دائرة، خايفين إحنا الضر يجي علينا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الإمام أحمد: واعلم أن النصر مع ماذا؟ مع الصبر. إياك أن تظن أن تكاليف الدنيا سهلة. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن الله متى علم صدقك أنقذك من الدنيا وبلائها. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإن علم الله منك الخير أعطاك الخير. قال الله في من صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جاءه مجاهدا فلما جاءته من الغنائم قال: يا رسول الله ما اتبعتك على هذا، وإنما اتبعتك ليأتيني سهم من ها هنا فيخرج من ها هنا. فلما كانوا في المعركة جيء به إلى رسول الله والسهم في الموضع الذي أشار إليه فقال: صدق الله فصدقه الله. نسأل الله أن نكون مع الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين وإخواننا المستضعفين. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.